صحيت وكان حبيتو اليوم باش نديرو لكم قراطة دجاج وبطاطا. عندنا سكالوب مقطع رقيق، عندنا ليجيسي بيس، عندنا البصل وثوم. نجيبو في مقلة نديرو فيها شوي زيت، نديرو فيها البصل والثوم. بعد ما تفرقي البصل والثوم اديري مكونات كل مع بعضهم، اديري الدجاج تاعنا اللي هو سكالوب مقطع شرائح يعني اللي مش رقيق ومش خشين، مربعات. بعدين نديرو لي جي سي بيس درت كزبرة وزنجبيل وفلفل اكحل وملح وكركم، درتهم على النار هادية، بديت نخلط فيهم حتى الخليط تاعنا يتقرمل، يعني يعود متمازج الكل كيف هكا. ندير نص مغرف طماطم حكة، بعدين نص مغرف هريسة، نحركهم مليح. بعدين نديرو نص كاس ماء، مش الدجاج تاعنا يطيب ودرنا واحد لاصوص روعة هايلة. حركنا وخلينا الاخرى تكتك وحدها طيب. نجيبو في اناء اخر ولا جميلة ولا مقلة، نديرو زوز مغارف زبدة باش نحضرو كريم صلصة البرشاميل. ذابت الزبدة، بعدين درت 4 مغارف فارينة، بعدين نحركوهم بالفوي. حركناه حركي حتى الخليط تاعنا يتمزج هكا. بعد ما تمزج الخليط تاعنا خلطي مليح، خليه يتهلق. لازم فرينه ما تعودش كاينه. ندير 2 كيسان حليب، انا صبيت طول من الباكي، انا عاني ميزاني. انت قلت لك ديري 2 كيسان حليب، يعني انا صبيت من الباكي طول. حركي حتى يقلي. بعد ما قلنا نديرو له الجي سي بيس ملح وفلفل اكحل. هذا واش تديري له، ما تزيدي له حتى شيء من عندك. حركي بعدك نجيبو مغرف فرماج الطهي نتاع البيدون، ما كانش اللي ما عندش منه، كل تجرو عنا في السبيلات. بعد ما طابت لنا كريم برشاميل، بعدك ها لاصوص تاعنا طاب، نحطهم على جنب. بعدك البطاطا تاعي قليتها مربعات. نجيب الطاجين تاعي، ندير طبقة أولى برشاميل، طبقة الأولى كطبقة أولى. درت كما راكم تشوفوا. بعدك أطرحيها كل ليسي بها تحت، ليسي. بعدك ديري البطاطا اللي قليناها مربعات، رشينا لها شوي ملح وقليناها في زيت غزير. بعدك درنا البطاطا، بعدك نديرو هذا وين سكالوب ماريني، هذا وين اللي خدمته معاكم لاصوص. درت منه، ديري على دفعتين، ما تديريش كل تحت، ما نديري طبقه وخلي منها الطبقه الاخرى. رطحناه كفا هكا. بعدين نزيدو نديرو كريم برشاميل، صلصه برشاميل، رطحناها كفا هكا. بعدين نزيدو البطاطا. هنا كانت حاميه البطاطا، درتها بيدي برك، درتها بالغنجايه. الاولى كانت بارده درتها بيدي، الثاني كانت بالغنجايه حاميه. بعدين نديرو سكالوب هذا اللي قاعد لنا، ديريه كيف هكا، حطيك نديروه الطبق هذه درنا عندنا مرتين سكالوب. بعدين نزيدو كريم برشاميل، ديري ورطحيه كيف هكا. بعدين نجيبو هذا تاعنا بولي ولا اللي عندك الفرماج شيدار ولا بورشيه، وديري الفوق ودخليه في الفور. هاهو كاش خرج، ما يطولش لانه الدنيا كل طايبه، غير يذوب الفرماج برك. ها هو ما شاء الله. بعد ما قسمته، هاني قسمته مربعات ونحيته كما راكم تشوفوا، ومش نحطها في الصحن التقديم. جت روعه، الريحه صرعتني، راهي صايم، قلت لا الريحه روعه. شوفوا كيفاش جاء، ربي بارك صحه فطوركم.